بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكل متابع ومشترك كريم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوفوا العازبات والعزاب بشكل عام. ولو وضعت اسم مؤنث لكن للذكور والإناث بشكل عام، العازبات والعزاب. نعم. كشف عام حسب أول حرف من اسمكم. تقع عندنا بعلم الرمل أو ما يسمى بالخط الزيناتي، خط الزيناتي المغربي، من أشرف العلوم وأضبطها بإذن الله سبحانه وتعالى. له علاقة وطيدة بعلم الفلك. بالنسبة لقراءة الخاصة مدفوعة الأجر، رقمي موجود أسفل كل فيديو. نعم. أمور الجلب وما حبوا هذه السوالف لا أسويها نهائيا بتاتا. دوما شعار في القناة: من لم يشفي القرآن فلا شفاء له إلا الله سبحانه وتعالى. نتمنى الخير والسعادة لكم. اللهم ربي يسر لكم أمركم واحفظكم كما حفظ الذكر الكريم، واجلب لكم كل ما فيه الخيرات والبركات. نعم. أصحاب المجموعة الأولى، أحرفكم هي هذه: حرف الألف والباء والجيم والدال والهاء والواو والظاء والحاء والطاء والياء والكاف واللام والميم والنون. أصحاب المجموعة الثانية، حرف الصاد والعين والفاء والسين والقاف والراء والشين التاء والثاء المعجمة والخاء والذال والضاد والضاد المعجمة والغين. نتمنى الخير والسعادة لكم. كذلك عندي قناة أخرى جديدة للاستخارة بالقرآن الكريم والتوقعات الأسبوعية، إن شاء الله راح نبدأها في قناة أخرى، وضعت رابطها أسفل هذا الفيديو. نعم. لا تنسوا لايك لهذا الفيديو، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس لكم كل جديد. أحبكم في الله، تحياتي لكم. نبدأ على بركة الله. بسم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله. اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله. نبدأ على بركة الله. نستخرج الأشكال 16 للتخت. نعم. البيت الأول. البيت الأول، العازبات أو العزاب، أشوفون عندكم ألم على مستوى الظهر أو المفاصل. تشكون بالألام المتكررة على مستوى المفاصل، ممكن مرة رجليك، ممكن اليدين، ممكن العمود الفقري، ممكن بين الأكتاف. عندكم ألم يروح ويجي في المفاصل تاعكم. لذلك حاولوا الابتعاد عن كل ما هو بارد، كل ما هو بارد، وابتعدوا عن المشروبات الغازية، وكذلك الماء تاع الثلاجة أو البرادة. يعني هذه الأمور صعبة شوي على جسمكم في هذه الفترة إلى أن تتحسن صحتكم. مسألة المفاصل، وضعت علاجات عديدة في القناة من زمان، وضعت فيديوهات قديمة جدا، ارجعوا لها وشوفوا العلاجات اللي وضعنا تاع العلاجات تاع المفاصل. على ما أظن في عدة، هذا في موجود واحد تاع الحبة السوداء، زيت الحبة السوداء، وزيت الفيجل، تقرؤون عليهم سورة الحديد وسورة الناس وسورة الفلق وآية الكرسي والفاتحة. الصور الصغيرة: سورة الحديد مرة واحدة، الناس والفلق وآية الكرسي والفاتحة. هؤلاء الصور تقرؤون 999، وهذا الماء تدهنون منه أماكن الألم كل ليلة قبل النوم. لكن شرطي الوحيد في هذا العلاج أنه عدم، ما يضربكمش البرد عليه، عدم الخروج من الفراش عند الدهن، يعني تدهن وتنام مباشرة بدون الخروج، علشان ما تصاب بالبرد في أثناء العلاج. نعم. وسووا هذه المسألة، لكن تبعوها واحد المدة إن شاء الله راح تجدون تحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. نشوفوا البيت الثاني. أموركم المالية والعملية والمهنية في خطر. إذا كنتم تشتغلون في مجال ما، فعندكم حسد وغيرة غير طبيعية داخل عملكم. كنت ما تشتغل أو كنت ما تشتغلين، فمشكلتكم العين أصبتم بها في عملكم ومهنتكم. لذلك عالجوا نفسكم من العين. أنا مليون مرة أقول لكم يا إخوان يا أخوات، أصعب شيء هو العين. ليس السحر وليس الجن ضعيف، السحر ضعيف، لكن العين الناس تستهزئ بها وتتهاون عليها. أتدرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نصف أمتي سبب موتها العين. إن العين لا تدخل الجمل القطر.
والرجل القمر. انتبهوا للعين. الناس تأخذ مسائل السحر، عندي سحر عندي سحر عندي سحر، تجد أنه هو العين هي سبب المشكل وليس بالسحر. العين راه مثل مرض فتاك يسري في دمك وأنت لا تشعر. لذلك عالجوا نفسكم من العين والتحصينات، لا يكذب عليكم أحد. تعالج نفسك من العين مباشرة بعد العلاج التحصين، تحصينات بالأذكار أو ماء ورد وتقرأ عليه الرقية وتدهن به اليدين والوجه كل ليلة قبل النوم. شيء بسيط جدا، قنينة ماء ورد مثل هذه. أنا ما أسوي دعاية لأي منتج علشان هذا، مثل هذه يكون لها بخاخ، أوكي، ضع فيها ماء ورد، اقرأ عليها، حطها بجنبك، رش على اليدين وللوجه ونام. أنت حصنت نفسك بذكر الله. ماء ورد مرقي فقط، لا شيء صعب. لكن بعد علاجك المستمر مثلا لمدة 10 أيام 11 يوم، كل واحد على حسب الحالة تاعته. لكن علاج العين هو التحصين، تعالج نفسك ثم التحصين لتعالج دوما نفسك من العين، لأنه إذا أصبت بالعين مرة أخرى فلن ترجع كما كانت. يعني يكون عندك واحد الحاجز، واحد التحصين. ما هو التحصين؟ التحصين هو عبارة عن حصن، القلعة لها حصن، أنت عبارة عن قلعة، والحصن هو الدفاع. الدفاع هو كلام الله. نعم. إذن قلنا هنا العين مخربة لكم ومسوي لكم مشاكل داخل العمل أو داخل المال أو بيت العمل والمال والمهنة، مسوي لكم مشاكل في هذا البيت. لذلك عالجوا نفسكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يجعل الله خير. نعم. شوفوا البيت الثاني. أستسمح إذا أطلت عليكم، لكن أريد أن يعني أحط لكم تفاسير أكثر. نعم. بالنسبة للبيت الثالث، بيت الإخوة والأخوات والأقارب، فيه النصرة الداخلة. هون ممكن أنك تساعد أحدا ما في أعمال شاقة في بيته، أو تقدم مساعدات، بمعنى أنك تقدم مساعدات، لكن هذه المساعدات راح تكون للإخوة للأخوات للعمات للخالات بنات الخال بنات العم، راح تساعدهم في شيء ما. ممكن يكون بعد أسبوعين راح أشوفك أنك تساعد أحدا من أقاربك لحدث ما. شكل الاجتماع كذلك في بيت الأمهات والآباء. أقول هون أنه ممكن يكون عندكم زيارات في الأسرة داخل البيت عندك. كنت عفوا ليس متزوجة، العازبات فاركم في الخير. اللهم زوج على العازبات كلهم يا رب العالمين، اللهم تزوجوا يا رب العالمين، والعزاب كذلك اللهم هديهم وتزوجهم إن شاء الله يا رب العالمين. بالنسبة لهذا الشكل قلنا أنه البيت تاع الأب والأم تعيشين، البيت اللي تعيشين فيه، ممكن أشوف أنه الإخوة والأخوات أو الأقارب يجتمعون عندك لحدث ما، ممكن كذلك يكون لخطوبتك، والله أعلم. نعم. النصرة الخارجة كذلك في بيت الأخبار والأفراح والأولاد. هون سمعوا أخبار حلوة راح تكون إن شاء الله في الفترات القادمة إن شاء الله. اللهم سمعك أخبار الخير، وكذلك ممكن تعرفات جديدة. نعم. أمور الصحية. هنا المشكل دابا عندنا. البيت السادس هو بيت الأمراض والعلل. فيه شكل العقلة اللي ذكرنا في الأول، قلنا فيه مشكل تاع هذا نفس الشكلين، لأنها العين، مشكل العين اللي ذكرنا أنها كذلك مأثرة لك على مشكل صحتك. انتبهوا على صحتكم من العين. أرجوكم سووا علاج العين، راح نعطوه في البيت الخامس عشر، لذلك تابعوا الفيديو إلى الأخير. راية الفرح. نعم. لا. نعم. النصرة الداخلة في البيت السابع، بيت الأمور العاطفية والشراكة الزوجية. هون الأمور العاطفية عندكم راح يكون فيها تحسن، وراح تدخلون إلى علاقة جديدة. وإذا كنتم منفصلين أو عندكم مشاكل مع شريك العاطفة والعلاقة السرية، راح يكون رجوع، وراح تتم هذه العلاقة بالزواج إن شاء الله، تتم العلاقة بالزواج. العتبة الخارجة كذلك في البيت الثامن عفوا، بيت الثامن بيت الأوراق الإدارية. وهون منكم، ليس الكل منكم، من أنه راح يجري على أوراق للخروج من البلد أو دفع أوراق ثبوتيتها والأخذية، يعني هون أو بعض الأوراق الإدارية راح تشتغلون بها في الفترات القادمة. نعم. بالنسبة لهذا الشكل كذلك في بيت الرجاء والآمال. هون عندكم
الأمنيات تكون كبيرة جدا وراح تتحقق منها واحد 30% أو 40% تتحقق في نهاية هذه السنة إن شاء الله. نعم. راية الفرح، لا ليس براية الفرح هذا. نعم. نعم القبض الداخل. نعم القبض الداخل، لأن كل شكلين نستخرج منهم شكل، كل شكلين نستخرج منهم شكل، هذا الشكلين نستخرج شكل، وهكذا. أوكي. قلنا هنا القبض الداخل في بيت في بيت العزة والرفعة ومجر بين الناس فيها القبض الداخل. القبض الداخل في هذا البيت هون يقول لك أنك راح تصير أنك راح تصير محبوب مقبول عند الناس أينما حليت وارتحلت، وخصوصا خارج الأسرة تاعك، ولو أنه كل واحد محبوب عند الأسرة، لكن لما تروح مثلا إلى مركز التسوق الكل يطالعك، أو أنك رجل الكل شاب ممكن الكل يطالعك ويشوف فيك وينظر فيك، يعني تصير كالبدر والقمر المنير في الفترات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. القبض الداخل كذلك في بيت الأعداء والحساد أو شيء غير. القبض الداخل هون أقول لك أنك ممكن أنه يكون عندك واحد العدو خفي داخل أصدقائك، ممكن صديق عدو يتلبس برداء الصداقة وممكن يسوي لك بعض المشاكل وراح تكتشفه مع الوقت. نعم. هذا الشكل كذلك في بيت ساقط. أقول لك هون قد تزور الطبيب أسنان، طبيب عيون، ممكن زيارة الطبيب لتطمئن على صحتك بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. شكل الانكيس كذلك في البيت السائل، وهو شكل صعب شوي، وهذا الشيء يدل على أن العين متوغلة أكثر فيكم، لذلك عالجوا نفسكم من العين، فهي سهلة جدا للعلاج لكن تريد الاستمرارية. نعم. بيت المسؤول عنه، الأمر الذي تسألون عنه فيه خير إن شاء الله، كل الأمور تسألون عنها وضميركم إن شاء الله فيه خير، لأن هذا شكل المسؤول عنه فيه شكل الأحيان أو شكل الضاحك، والحظ راح يبتسم لكم من جديد. نعم. هذا الشكل البيت الخامس عشر صعب شوية وراح نعطوا منه العلاج تاع هذه العين. نعم. ناخذ 9 حبات قرنفل و9 ورقات سدر و9 حبات السانوج أو الحبة السوداء، ونضعهم في ماء 5 لتر من الماء، نقرأ عليهم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة. ثم نقرأ سورة الناس وسورة الفلق وآية الكرسي وسورة الفاتحة، كل منهم 3 مرات على هذا الماء نشرب منه كأسا في الصباح والمساء، وندهن منه الوجه، دهن الوجه كل ليلة قبل النوم لمدة 11 يوما إلى 15 يوم. نتمنى الخير والسعادة لكم إن شاء الله. أما بالنسبة للورد اليومي عليكم بالاستغفار ولا إله إلا الله 100 مرة كل ليلة قبل النوم. نتمنى الخير والسعادة لكم. ننتقل إلى أصحاب المجموعة الثانية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ على بركة الله، نستخرج الأشكال 16 التحت ونشوف وش راح يطلع معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في البيت الأول. البيت الأول يدل على أنه تقلبات المزاجية تعيشون في هذه الفترة، ونفسيتكم ممكن تكون تعبانة، نفسيتك ممكن تكون تعبانة في هذا الوقت الذي تسمعين فيه هذا الفيديو. نشوفوا الأسباب إن شاء الله. هذا الشكل في بيت الأعمال والمال والممتلكات. أقول لك هون ممكن منكم من يفكر في تغيير عمله، أو راح يكون عنده انتقال
إلى مكان آخر. يعني التغيير داخل العمل موجود للعازبات والعزاب بشكل عام. إذا لم تكونوا إذا لم يكن عندكم عمل، فممكن أنكم تجدون عمل في هذه الفترة، وإن شاء الله خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. التغيير قادم على مستوى العمل والمال والممتلكات بشكل عام. نعم. هون ممكن أحد الإخوة والأخوات مريض، عندكم أحد مريض من الإخوة والأخوات، وممكن يكون سببه سحر الإخوة والأخوات، لأن هذا الشكل تاع السحر موجود في بيت الإخوة والأخوات والأقارب، أو ممكن خال، عمة، بنات العم، وهذا السحر ممكن يكون مرشوش في مناسبة ما، والله أعلم. نعم. هذا الشكل شكل البياض في البيت الرابع، بيت الأمهات والآباء. هذا الشكل يدل لنا أنه البيت اللي تعيشون فيه ممكن يكون الجو مكهرب داخل فيه. العازبات الجو عندكم مكهرب داخل البيت. المشكلة اللي عندكم ممكن هذا السحر مؤثر على أغلبية البيت. ليس أنت حاليا لم نعرف أنه عندك سحر ولا لا، لما نصل إلى البيت 11 نعرف هل في سحر ولا لا. لكن بالنسبة لهون السحر موجود في بيت الإخوة والأخوات. يعني إذا كانوا يعيشون معك أو لم يكونوا يعيشون معك، فالسحر موجود عندكم ومسوي بعض المشاكل داخل البيت، والله أعلم. نعم. بالنسبة لشكل الأحيان موجود عندنا في بيت الأخبار والأفراح والأولاد. نعم، أنتم الأولاد غنى عنكم فيها، لكن هون أقول لكم أنه بيت الأخبار والأفراح، هون تسمعون أخبار حلوة وأفراح من شخص ما لكم. يعني كأنكم تنتظرون خبر أو تنتظرون رد أحد عليكم بجواب، ورح يكون إن شاء الله في هذه الفترات ورح يكون فيهم خير. يعني خير قادم وأفراح قادمة إن شاء الله خلال 5 أشهر، خلال هذه 5 أشهر من رؤيتك للفيديو. بيت الأمراض والعلل. بيت الأمراض والعلل يعطي تحذير. التحذير هون يقول لك انتبه لصحتك من المأكولات الغير صحية. يعني هون عندكم أكل غير صحي أو نظامكم غذائي غير نظيف، لذلك عليكم باتباع نظام صحي جيد. الخلبطة يعني اللخبطة والخلبطة في الأكل غير مجدي نفعا، وراح تدمرون جهازكم المناعي وجهازكم الهضمي. هذا شيء صعب، وممكن تشكون من آلام المعدة أو القولون العصبي أو الأمعاء في كثرة الغازات أو شيء من هذا القبيل. لذلك انتبهوا لصحتكم من الأكل. أموركم العاطفية والشراكة السرية، العلاقة السرية. وهون أقول لك أنه كلام جرحت به، لذلك عندك تقلبات مزاجية ونفسيتك تعبانة حيل. كلام قد جرحت به من حبيب، من صديق المقرب، من أحد قريب لك. قلبك يبكي دمعا وعينيك ناشفتين. يعني القلب ديالك يبكي والعين ديالك ما كيبكوش. يعني الصبر عندك، يعني كل ما في داخل نفسك يعني كاتم، الضيم كاتمه داخل قلبك، وهذا شيء يضرك داخليا. ما ممكن وصلت الرسالة وصلت، ما انتم راح تفهمون شو القصد. القبض الخارج. القبض الخارج في البيت الثامن. البيت الثامن هو بيت القضاء والأوراق الإدارية، كذلك السفريات البعيدة. هون كأنكم تخططون للسفر البعيد، ليس في الفترة الحالية، لكن ممكن يكون سفر عندكم خارج بلادكم طال الزمن وقصر. راح يكون عندكم سفر خارج البلاد. نعم. وأنا اسمي كذلك موجود في هذه المجموعة. نعم. هذه الأمور تنطبق عليه، سبحان الله. نعم. شكل الطريق في بيت الرجاء والأمل. هون تترجى وتأمل أن تمتلك شيئا ما تحلم به من زمان. تليفون رائع، سيارة، أي شيء ممكن الإنسان لذات الحياة تتمناها في هذه الفترة، وراح تتحقق هذه الأمنية بعد 4 أشهر.
أو 5 أشهر راح تتحقق لك إحدى الأمنيات بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة ل البيت العاشر، بيت العزة والرفعة والمسر بين الناس، هون راح تتعرفون على شخص مهم داخل حياتكم، وراح تقضى بعض الحوائج على يده، أو أحد ما راح يساعدكم في قضاء بعض الحوائج، يعني في شخص ما ذو مال ذو نفوذ راح تتعرفون عليه في الفترات القادمة. نعم. بيت بيت الأعداء والحسد وشيرته، هذا هو البيت 11 اللي قلت لكم نستخرج منه هل فيه سحر ولا لا. إذن السحر عندكم مشترك ومؤثر على البيت وعليك، لذلك عالجوا نفسكم من السحر. وكذلك ممكن الناس تدق لا تسأل ولا تأتي إلى البيت للزواج. نعم. ورح نعطي علاجه لما نصل إلى البيت 15. نعم. هذا أشد. كذلك الأغلبية منكم يفكر في الخروج من البيت والانتقال إلى بيت آخر، الله أعلم. القبض الخارج كذلك شوفون قلة النوم، وكذلك تقلبات المزاجية موجودة، لأن هذا البيت السائل يدل عليك أنت. بيت المسؤول عنه، الأمر تسألون عنه في الطريق، كأنكم نيتكم في السفر وراح تسافرون إن شاء الله عما قريب، ولسفر قريبة راح تسافرون، لكن لبلاد بعيدة راح تكون طال الزمن وقصر. وأتوقع أنه آخر سنة 2024 راح يكون عندكم سفر لخارج البلاد، وممكن حج أو عمرة أو شيء من هذا القبيل. نعم. هذا الشكل 15 راح نعطي منه علاج هذا السحر اللي مخربط الدنيا عندكم في البيت. نعم. عليكم بصورة إبراهيم وصورة هود مرة واحدة على 5 لتر من الماء. هذا الماء نضع فيه 21 ورقة سدر و21 حبة حرمل. هذا الماء نضعه في بخاخ أو في رشاش ونرش به أركان الغرف، ليس الأرض لكن أركان الغرف، كل ليلة لمدة 11 يوما. نعم. أما الماء الثاني تاع الشرب نقرأ سورة يونس وسورة الصافات مرة واحدة، سورة يونس والصافات مرة واحدة على 5 لتر من الماء. وإذا حبيتم تضعون في 10 لتر ما في مشكلة، الكل يشرب من هذا الماء ليستفيد منه البيت كله. بالنسبة للورد اليومي، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله العافي، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، وبسم الله العافي. هؤلاء 3 أسماء أو 3 الأدعية تقولونهم كل ليلة قبل النوم 99 في كل اسم، وعند تمام 100 لكل اسم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وبهذا نصل ختامنا إلى نهاية هذا الفيديو. دوما في آخر الفيديو نقول دعاءنا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.